أهلا وسهلا بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض المنصات ناس بتسألني إحنا هنلعب بعض إمتى على الأهلي والزمالك في نظام الدوري بتاع 2025 و2026. النظام ده نظام صعب. تعال أقول لك ليه صعب وإيه اللي فيه، وفي بعض الناس وبعض الجمهور ما تعرفش حاجة زي دي. تعال معي. تعال أقول لك نظام الدوري 2025 2026. نظام الدوري كان زيادة عدد الأندية إلى 21 بدل من 18 بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي. أنت معاي كده؟ ركزوا معاي في اللي أنا هقوله ده. الدور الأول يتكون من 20 جولة، وكل فريق يحصل على راحة في جولة واحدة. الدور الثاني مجموعة التتويج تضم أول 7 فرق في جدول الترتيب. يضم أول 7 فرق في جدول الترتيب بعد انتهاء الدور الأول. يعني ال7 فرق دول اللي هم هينافسوا على اللقب. ال7 فرق اللي بقول لك عليهم هم اللي هينافسوا على اللقب، وباقي الفرق هتنافس على الهبوط. هو ده اللي أنا قصدي أوضحه. يعني من 21 فريق هيطلع منهم 7 بس ينافسوا على اللقب. وكده أنا خلصت لكم الحوار ده كله، ويا ريت تكونوا استفدتوا مني بحاجة. سلام.